خوتي خواتاتي، اهلا ومرحبا بكم في قناتكم وقناتنا ياز نيوز. الا كنتي باقي ما اشتركتي في القناه نرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله. لنبدا على بركه الله. اذا خوتي خواتاتي، اهلا ومرحبا بكم في هذه الاطلاله الثانيه اليوم. الموضوع كيتعلق بالمنتخب المغربي النسوي المشارك حاليا في بطولة العالم المقامة بكل من نيوزيلندا واستراليا. كما كيعلم الجميع منتخبنا الوطني تمكن من البلوغ الدور الثاني كأكبر إنجاز في تاريخ الكرة العربية على العموم. المنتخب المغربي كذلك كان سبق وحقق أول مشاركة عربية في الكأس العالمية، وبعد ذلك تمكن من التأهل للدور الثاني كأكبر إنجاز لحد الساعة. كنتمنى المنتخب المغربي يواصل المسيرة ديالو في كأس العالم ويتفوق على المنتخب الفرنسي ويمضي لربع النهاية، ويكون أكبر إنجاز في تاريخ الكرة العربية على العموم. فكلما تقدم المنتخب المغربي في هذه البطولة العالمية فكلما كيرفع سقف التحدي عاليا أمام المنتخبات العربية الأخرى اللي ممكن أنها تجي فيما بعد ذلك وتطمح لبلوغ نهائيات كأس العالم. غادي يكون عندها أكيد أن الحافز غادي يكون عندها كبير، وغادي تكون عندها المثال قدامها اللي هو المنتخب المغربي اللي تمكن من تحقيق ذلك. هذا الانجاز اللي حققه المنتخب المغربي النسوي ما كانش محض الصدفه، بل هو كان ثمره ديال واحد العمل طويل لمده سنين على مستوى القاعدي. الدليل ان فريق الجيش الملكي المغربي تمكن من حصد عصبه الابطال الافريقيه هذه السنه هذه على حساب ماميلودي سان داونز من جنوب افريقيا، والنتيجه كانت ثقيله برباعيه نظيفه في المقابله النهائيه. المنتخب المغربي كان وصل لنهاية كأس إفريقيا وخسرها بصعوبة على أرضه في الرباط. المنتخب المغربي عنده لاعبات اللي صراحة كيتميزوا بتقنيات فردية عالية. المدرب السابق للمنتخب المغربي للرجال إيرفي رونار اليوم في ندوة صحفية كنشب لاعبات المنتخب المغربي باللاعبات البرازيليات والمستوى التقني اللي كيتوفروا عليه، وبدا التخوف ديالو من هذه المواجهة اللي غادي تكون حسب تصريحات أنها غتكون صعيبة جدا على المنتخب الفرنسي نظرا للجودة العالية للاعبات المنتخب المغربي. وقال بأنه كتربطو علاقات كبيرة بالمغرب، وبقي كيتذكر الأيام اللي كان كيشرف فيها على الإدارة التقنية للمنتخب الوطني. وقال بأن باقي عنده أصدقاء كثار في المغرب اللي باقي كيتواصل معهم. لكن في المقابل قال بأن هذه المقابلة هذه غادي تكون مع الأصدقاء، لكن غتكون في تنافسية بشكل كبير، لأن كل طرف كيطمح أنه يمر لدور ربع النهاية. هذا حق مشروع لكل منتخب. كذلك مدرب المنتخب المغربي بيدروس خلال الندوة الصحفية أكد أنه الآن كيمتلك قلب مغربي، وغادي غادي غادي يدير أقصى ما يمكن أن باش يفوز على المنتخب الفرنسي، وما غاديش يكون ندم بتاتا لو تمكن من الإطاحة بالمنتخب الفرنسي في هذا الدور هذا وتجاوزه للربع والتوجه لربع النهاية. حنا كشعب مغربي أكيد كنتمناو أن منتخبنا الوطني أنه يحقق إنجاز كبير أكبر من ثمن النهاية. ثمن النهاية هو إنجاز كبير طبعا، لكن حنا دائما كلنا طموح باش منتخبنا الوطني يزيد يرفع سقف التحدي ويمشي بعيد في هذه الكأس العالمية. لبؤات الأطلس صراحة رفعوا الرأس ديالنا عاليا وحققوا واحد الإنجاز اللي غيتسطر بمداد من ذهب في صفحات التاريخ. حتى شي واحد منا ما كان كينتظر هذا الإنجاز الكبير صراحة، خصوصا بعد الهزيمة الأولى أمام المنتخب الألماني. المنتخب المغربي خلال المقابلة الثانية أمام النظير الكوري الجنوبي انتصر، وأكد بأن تلك الكبوة لم تكن سوى سحابة صيف عابرة. والمنتخب المغربي كان فقط لم يستأنس بعد بأجواء كأس العالم. بعد ذلك المنتخب المغربي فاز على النظير الكولومبي بهدف ل0،
منتخب كولومبيا كما شفنا أمام منتخب ألمانيا كان ند قوي للمنتخب الألماني وفاز عليه أداء ونتيجة. آه، ظل ذاك الأداء اللي قدم المنتخب الكولومبي، الكل كان متخوف من الحصة اللي ممكن غادي تكون عليها المباراة اللي غادي تجمع بين المغرب وكولومبيا. لكن لبؤة الأطلس كان لهم كلمة أخرى، وفرضنا سيطرة شبه مطلقة على المقابلة أمام الكولومبيات، وأبدينا التزام تكتيكي عالي ومهارات فردية في المستوى، وكذلك لياقة بدنية اللي ساعدتهم على أنهم يحسموا هذه المقابلة هذه لصالحهم، وبذلك أهدوا المغرب واحد الإنجاز اللي تاريخي بكل المقاييس. أكيد كنا كنتذكروا أن منتخبنا الوطني للرجال شارك في مونديال 1970 كأول مشاركة اللي انتهت منذ الدور الأول. بعد ذلك المنتخب في ثاني ظهور له في سنة 1986 كيأكد القوة ديالو وكيتصدر المجموعة وكيتأهل للدور الثمانية، وكان الإقصاء أمام المنتخب الألماني بالذات. بعد ذلك صمد كان هو أول بلوغ لمنتخب عربي للدور الثاني إفريقي وعربي. بعد ذلك المنتخب في 2022 جاء وكسر هذاك الإنجاز ومشى للدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي كيوصل لهذه المرتبة هذه. اليوم منتخبنا المغربي النسوي من أول مشاركة له في كأس العالم تمكن أنه يمر للدور الثاني، واليوم عنده مباراة للتاريخ أنه يزيد يرفع سقف التحدي. كنتمنوا له الخير إن شاء الله ويفرح الشعب المغربي كامل اللي هو فخور بهذا الإنجاز هذا. حنا كلنا فخر واعتزاز بهذا الإنجاز اللي حققه نبوءة الأطلس. اليوم المكونات ديال الشعب المغربي كنشوفوا في الشوارع أن بعد نهائيات كأس العالم الأطفال كيفاش كيلعبوا، رجعت ديك الحيوية للشوارع، والأطفال كيلعبوا الكورة وفي الشواطئ وفي الأندية. كاين إقبال في الجمعيات الرياضية اللي الآن متواجدة في الأحياء بكثرة. كنشوفوا إقبال كبير على ممارسة كرة القدم. اليوم المنتخب النسوي كيزيد يكرس هذا الملحمة الكروية اللي كيعيشها المغرب، وكنشوفوا الإقبال ديال العنصر النسوي كذلك في الأندية وفي الجمعيات الرياضية بالخصوص اللي متواجدة مقروبة للمواطنين في الأحياء. كنشوفوا العنصر النسوي متواجد بكثرة كيتدرب وكيصقل الموهبة ديالو كذلك باش في المستقبل يعطينا لاعبات نجمات للمنتخب المغربي على غرار المردود الكبير اللي كتقدمه لاعبات المنتخب الوطني الحالي في كأس العالم. وهنا كنتذكروا بأن الشارع المغربي الآن حفظ عن ظهر قلب أسماء لاعبات المنتخب الوطني. هذا الشيء ما كانش كيحدث من قبل. فعلى غرار المنتخب الرجال الآن لو سألتي أي مغربي شكون هما لاعبات المنتخب المغربي، فحتى شي واحد ما غادي يخطأ، وغادي يقول لك من حراسة المرمى، من الرميشي حتى الجريدي ومرور عبر الشباك والرضواني، وهذو كل هاد الأسماء هادو غادي حافظهم عن ظهر قلب. كنتمنى حظ سعيد للمنتخب المغربي النسوي بعد ساعات من الآن، وكنتمنى من المغاربة كلهم أنهم يشجعوا ويآزروا المنتخب المغربي باش يوصل إن شاء الله للدور ربع النهائي. وفي الأخير خليوا لنا التعليقات ديالكم إخواني أخواتي على هذا الإنجاز العظيم اللي حققه المنتخب النسوي، وتفاعلوا معنا بكثرة واشتركوا في القناة باش يوصلكم ديما الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.